كل واحد فينا عنده انطباع عن الناس اللي بيتعامل معاها. مفيش حد فينا مش راسم صورة كده في دماغه وفي خياله عن كل الناس اللي بيتعامل معاهم، حتى لو الصورة دي تفاصيلها مش واضحة. يعني أنا ممكن أقول لك في ناس كده عندي انطباع من بعيد عنهم، الراجل ده بيضحك على طول، ممكن نقول عليه لطيف، الراجل ده عصبي طول الوقت، ممكن أكون مش حابة أتعامل معاه. الحقيقة إن كلنا عندنا صور ذهنية نتجت عن حاجات كتير جدا، اولهم الانطباع الاول، وده اكتر حاجه واقصر حاجه ممكن تاثر فيك لما بتتعامل مع الشخص اللي قدامك. الانطباعات الاولى تدوم، ولو انها ساعات ما بتبقاش اقوى حاجه. هنتكلم بالتفصيل عن الانطباعات اللي فعلا بتدوم والصور اللي بتترسم وتترسخ، ازاي نقدر نغير شكل الصوره اللي اترسمت عننا اوقات كتير باسباب خارجه عن ارادتنا تماما. بس قبل ما نبتدي، انا نرمين هيكل ودي قناه لحظه وعي. لو عجبك المحتوى ما تنساش في الاول تدعمنا باللايك والشير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، واكتب لنا رايك في الكومنتات لو كملت الفيديو معانا اللي فات. تعالوا الاول نتكلم عن الصور الذهنيه اللي كوناها عن الناس، وفي ناس كمان خدتها عننا واحتمال يكون بطريقه خارجه عن ارادتنا. ناس كتير بتكون صوره في عقلها ملهاش علاقه مباشره بينا لاسباب كتير، تعالوا نتكلم عنها بالتفصيل. طيب الصورة دي اتكونت أصلا إزاي؟ الحقيقة إن الصور الذهنية اللي إحنا مكونينها عن بعض غالبا أول حاجة وأقرب حاجة وأقرب مثل بتتكون عن طريق التجربة الشخصية، تجربتي اللي مارستها معاك. أنا أول ما اتعاملت معاك كنت بتتعامل معايا شكلك عامل إزاي؟ طريقتك كانت عاملة إزاي؟ هل الطريقة كانت مهذبة؟ هل الطريقة كان فيها سخافة؟ الحاجات دي كلها بتعمل زي نقش كده عميق للصورة الذهنية اللي أنا خدتها عنك. وللأسف أوقات كتير جدا بتعامل معاك على أساسها، حتى لو الوقت اللي اتقابلنا فيه ما كانش مؤهل إن احنا نتقابل أو إن أنا أكون عنك فكرة واعية. وأحيان كتير الصورة الذهنية اللي بتبقى جوانا دي بتبقى بناء على حكاية سمعناها من حد، كلام اتردد على أكتر من حد، وللأسف احنا صدقناه لأنها المخ عموما بيحب يستسهل. يعني المخ بيحب أي حاجة جاهزة بتتقدم له. والحاجة التالتة اللي بتخلينا نرسم صور ذهنية الناس احتمال نكون ما قابلناهمش أصلا، الموروثات، الكلام اللي اتقال واتكرر كتير جدا في الأفلام والتمثيليات، والكلام اللي أهلنا حكوه، زي إنك تحكم على حد مثلا إن ده منوفي مثلا، زي ما بيقولوا منوفي بخيل. اللي في بيئة معينة ده احنا بنخاف منه أو اتربى بطريقة معينة. والحقيقة إن كل يوم بيثبت عكس النظريات دي، وبتثبت ان دي مجرد احكام جامده احنا العقل جابها من المخزون اللاواعي من كتر ما سمع الافكار دي وترددت عليه بشكل كبير. وللاسف العقل طبيعته بيحاول يدور على اي دليل للمخزون اللاواعي اللي جواه علشان خاطر ياكد الفكره اللي اصلا جايله جاهزه وجايله من غير اراده تقريبا ومن غير وعي كامل. هي فكره اترسخت جواه بناء على الكلام او حكاوي اتقالت كتير، وهو بس مجرد انه بيدور لها على دليل. طيب طالما احنا راسمين صور ذهنيه لبعض، يعني طالما انا وانتو عندنا كل واحد انطباع عن الاخر، ليه احنا ما نحاولش نرسم صورنا الذهنيه في دماغ بعض بألواننا الخاصة بطريقتنا الخاصة؟ ليه نسيب الآخر يحكم علينا من خلال بقى حد حكى له حاجة عننا مغلوطة، من خلال كلام كتير مش عاجبنا اتقال؟ في حاجات كتير جدا تفاصيل ممكن تخلي الشخص اللي قدامك يحكم عليك بطريقة غير واعية وغير منطقية وغير منصفة أغلب الوقت. والحقيقة ان انا لا بقول لك تتصنع ولا تحارب علشان خاطر تثبت عكس النظرية. انا كل اللي بقوله لما تحس ان اللي قدامك واخد عنك صورة او شايفك بطريقة او في صورة ذهنية مشوهة او غير منصفة بالنسبة لك، انت مطلوب منك انك توضح صورتك الحقيقية علشان خاطر تتلقى المعاملة اللي على الاقل اللي ترضيك. هل الكلام ده ليه اصل علمي؟ الحقيقه ان الكلام ده ليه اصل علمي. في علم النفس الاجتماعي عملوا تجربه على مجموعتين من البشر، والحقيقه ان المجموعتين دول كل واحد طلبوا من كل مجموعه منهم انها تتعامل مع حد معين وتحكم عليه من خلال التعامل اللي اتعامله. وهم بيوصفوا الشخص اللي مطلوب من المجموعه انها تحكم عليه، قالوا مجموعه صفات فيه زي انه ذكي ومجتهد وعنيد واناني. والحقيقة انهم اختاروا المجموعة التانية لما حبوا يوصفوا لهم الشخص ده ابتدوا بصفاته السلبية، يعني قالوا عنيد واناني وبعدين قالوا ذكي ومجتهد في اخر الوصف للشخص ده. الحقيقة ان المجموعتين اول حاجة مخهم ترجمها الوصف الاول للشخص ده، ولما حكموا عليه من خلال الكلام اللي اتقال لهم. كل واحد خد الانطباع الاول من الوصف اللي اتوصف له. يعني اللي قالوا لهم ده ذكي ومجتهد حكموا عليه بانه ذكي ومجتهد، واللي قالوا لهم ده عنيد واناني اول حاجه قالوها انه ده عنيد واناني. وللاسف كان حكمهم سلبي بناء على المعطيات اللي ادوها لهم في التجربه.
وده معناه ايه؟ ده معناه ان الطريقه اللي بتقدم بيها نفسك او الطريقه اللي الناس بتقدمك بيها هي الانطباع الاول، والانطباع الاول هو اللي بيترسخ من خلاله صورتك الذهنيه. وفي دراسات كمان في الإسقاط النفسي بتقول إن الشخص بيفسر أفعال الشخص اللي قدامه بناء على مشاعره ناحيته. يعني أنا لو بحبك هشوف اللي أنت بتعمله كله كويس، ولو أنا ما بحبكش هشوف كل اللي أنت بتعمله حتى الكويس وحش. يعني من الآخر الصورة الذهنية اللي أنا برسمها هي اللي بتعيد تفسير تصرفاتي حتى لو ده غصب عني. وفي علم النفس ظاهرة اسمها الانطباع المتكون. يعني ايه الانطباع المتكون؟ يعني ممكن الانطباع الاولاني يدوم، لكن للاسف الانطباع المتكرر هو اللي بيترسخ. يعني انا كل ما اشوفك الاقيك عصبي انا هحكم عليك انك عصبي، وصورتك الذهنية بالنسبة لي ان ده شخص عصبي والقرب منه جحيم. ومن الاخر كده شوف انت عايز الناس تشوفك بأنهي طريقة. الحقيقة ان احنا طالما عرفنا ان كلنا راسمين لبعض صورة ذهنية حتى لو ما عبرناش عنها وما اعلناش عنها، يعني يبقى كل واحد يختار رسمته ويختار الشكل اللي حابب انه يتكون في الصورة الذهنية عند الطرف الاخر. متسيبش الصدفة ترسم شخصيتك او ترسم الصورة الذهنية عند الطرف الاخر. اختار الصورة اللي بناء عليه الناس هتتعامل معاك بيها. متربطش نفسك بشيء مزعج وبعدين ترجع تزعل ان الناس شايفاك كده. انا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي. اتمنى لو عجبك المحتوى تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، وهبقى مبسوطة بتعليقاتكم في الكومنتات، وهبقى مبسوطة اكتر لو اقترحتوا علينا مواضيع الحلقات الجاية. انا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها.